صباح الخير كبيدات، كي صبحتوا بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد ووصفات جديده، المهم كلشي جديد ان شاء الله. هذا الفيديو هذا درته خصيصا يعني العنايه بالبشره ان شاء الله قبل ما نسافر. فانا المهم غسلت وجهي وداكشي وفطرت، وهذا ما شاركتش معكم الفطور وهذا. ومن بعد غادي نهتموا، لان غادي نهتموا بالبشره ديالنا، لان باقي متابعيني بزاف الحويجات وهذا، ومازال غادي نجمع الباليزه وهذا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ففي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي يكون واحد المقشر رائع، واحد المقشر ومعقم رائع، ومن طبيعه الحال غيكون ماسك، غيكون بخار بالنسبه باش نفتحوا المسامات ان شاء الله. المهم غادي نتهلاو عنايه شامله بالنسبه للبشره. وقبل ما نبداو المراحل ديالنا كاع كامله العنايه بالبشره ان شاء الله، نبغيكم تهبطوا وتابوناو وتخليو لي بزاف ديال لايك، خليو لي بزاف ديال لي كومونتير زوينه بحالكم اللي كتخليني نوض نصور وهذا، مهم كتحفزني بزاف. شكرا لكم بزاف على التعليقات الزوينه ديالكم. اول حاجه غادي نبداو بها هي المقشر. غادي ندوزو نشوفوا المكونات. البلون دو طرافاي راني موجده تما، مخليه داك البانيو هو فاش غادي ندير البخار ان شاء الله. المهم بقاو معايا غادي تشوفوا كلشي المراحل. عافاكم تفرجوا في الفيديو كاع كامل، لان غادي يكون فيه ان شاء الله حتى نصائح، لان بزاف البنوتات كي يدوزوا الفيديو فما كيسمعوش النصائح وهذا. عوض ما كنكونوا غادي نديروا واحد الحاجه زوينه للبشره كنصدقوا مخسرينها. حاولوا تسمعوا النصائح اللي غادي يكونوا ان شاء الله في الفيديو، ويلا نبداو. اول حاجه غادي نشارك معك واحد المقشر اللي رائع للبشره. غادي نحتاجوا ليه معلقه ديال اتاي. نتوما كتعرفوا بان اتاي كينظف المسامات وكيصغرها وكيبري حتى الحبوب اللي فيها القيح بالنسبه للبشره الدهنيه اللي كتفرز داك لو سيبوم وتيولي تيولي حبوب. وهذا غادي نستعملوا معلقه ديال جوجوبا في الترطيب رائعه. وغادي نحتاجوا من طبيعه الحال هذاك التونر اللي كنت شاركت معكم شحال هذه اللي بالزعفران. فالزعفران رائع حتى هو للبشره، التبييض وكل شيء. غادي نشخلطوا هذا المقشر وغادي نوضعوه على البشره ديالنا. انا درت هاد اللعيبه ديال السكين كير ديالي. نتوما كتعرفوني دائما كنبغي ندير اي مقشر اولا اي ماسك ضروري هذه ما كتخطانيش، لانني ضروري كندير. الا درتي المقشر على الوجه ديريكت يقدر يتجرح. دونك هنا غادي نرطبو بشويه تاع الماء. نصيحتي ليك اختي، الا بغيتي تحطي المقشر على البشره ديالك وبغيتي بشرتك تبقى مزيانه وماشي مطرهله وماشي مجروحه وماشي واقع فيها شي حاجه اللي راها خايبه، اول حاجه كديريها قبل ما تحطي المقشر هو انك ترطبي بشويه ديال الماء البشره ديالك. كنحطوا المقشر على الوجيه، ومن طبيعه الحال كنوليو كنركزوا على المنطقه تي. المنطقه تي هي الجبهه، النيف، حول الفم والذقن. من طبيعه الحال هاد البلايص هما اللي كيتركزوا فيهم الدهون عفوا ماشي كيتركزوا فيهم الدهون، كيفرزوا دهون. هذاك السيبوم هو اللي مع الترسبات ديال الجو ديال الاوساخ وهذا كتولي حبوب وهذا. فاحنا غادي نركزوا على المنطقه حول الفم نقشروها. ومن طبيعه الحال المقشر كيكون 2 المرات في الاسبوع فقط. من بعد ما نديروا المقشر واحد الرطوبيه يا سلام البنات. ونصيحه مني ليكم، قادو داك الطونر راني مشاركه معكم، غادي الا ما نسيتش في المونتاج غادي نخليه لكم في لو بوتي اي. راه رائع للوجه. الطونر راه كيعقم الوجه. مهم درنا دابا المقشر، غادي نديرو لهذا نفتحوا المسام وغادي نحيدوا لي بوين نوار. نشارك معكم واحد غادي بخار غادي نديرو بالاعشاب هما باش غادي نفتح المسامات ان شاء الله، باش غادي نحيد لي بوين نوار، وغادي نوريكم حتى باش غادي نحيد لي بوين نوار. بقاو معايا وما تمشيو فين، غادي نشارك معكم كل شيء. ما تدوزوش الفيديو، تفرجوا فيه كامل باش تشوفوا حاجه بحاجه اولا ايطاب باغ ايطاب. ولهذا البخار غادي نحتاجوا شويه ديال البابنوج اولا البابونج، كل واحد كيفاش كيقول ليه، شويه ديال الورد، شويه ديال الخزامه، وواحد الورقه ديال عصير سيدنا موسى. من طبيعه الحال غادي نحتاجوا الماء طايب. غادي نديروا البخار، غادي نحتاجوا فيطه، وكيف ما شاركت معكم الاعشاب اللي غادي ندير. المهم غادي ندير بحال هكا. ومن طبيعه الحال البانيو ديالنا هو هذا. وصافي البنات، دابا ملي فتحنا المسامات غادي ندوزو باش نديرو الوصفه اللي غادي تحيد لينا جميع الشوائب من الاعماق، من الاعماق ديال القلب. غادي نشارك معكم المكونات.
اذا حنا غادي نبداو في المرحله الثالثه حاليا. غادي ناخذ 4 معالق ديال الجيلاتين. هاد الماسك هو باش غادي نحيدو لي بوان نوار، ما غاديش نحيدوه بديك اللعيبه ديال الحديد، ما غاديش نديرو داكشي اللي تنديروه ديما. هاد الروتين مغاير كما قلت لكم في الاول، روتين جديد ووصفات جديده. بطبيعه الحال البنات اللي عندهم الحليب يستعملوا الحليب، انا استعملت الحليب غبر مخلط بالماء. خاصو يجيكم القوام ثقيل هكا ثقيل. غادي نديرو لاكوش الاولى ونخليوها حتى تنشف، تبقى واحد 20 دقيقه تقريبا، ونديرو لاكوش الثانيه. غادي نديرو لاكوش الاولى، غادي نخليوها 20 دقيقه، ونديرو لاكوش الثانيه من بعد ونخليوها حتى تنشف مزيان. وياكم البنات تحطوها على البلاصه اللي فيها بحال دابا الحجبان اولا دوك البيبي هير وهذا، لان الا جيتو غادي تحيدوه راه غادي تحيدوا معاهم حتى الشعر. فهاد الوصفه هذه كتحيد لي بوان نوار، كتحيد داك الشعر الزائد اللي في الوجيه، كتحيد كلشي كاع دوك الشوائب المترسبه داخل المسامات ديال البشره ديالنا، كتحيدها. غير هي الطريقه هي اللي مهمه. المهم كنديروها كما قلت لكم 20 دقيقه. هي راه كتقطر لانها كتكون شي شويه خفيفه، يعني ماشي ثقيله بزاف، فما فيها باس. يعني اللي بغى الزين يصبر التقراص د الودنين. نشفات ما كتقدروش حتى تهضروا. المهم غادي نحاول ما امكن نحيدها. من هنا نشفات، من هنا نشفات، من هنا نشفات، باقي واحد شويه هنايا ولكن ماشي مشكل. في التحياد ديالها كنبداو من البليصه اللي طالعه. انا بديت من جهه الحاجب لانني ما وصلتوش للحجبان ديالي من طبيعه الحال، وما خاصكمش توصلوا للشعر ديال الحجبان. فانا بديت من جهه الحاجب لقيتها طالعه، فقشرت البليصه بينتها، ومن طبيعه الحال رجعت لجهه الودين ديالي لانها حتى هي قشيره طالعه. وكنبداو كنحيدو بشويه بشويه. ما تتخيلوش البنات اشنو تحيد ليا من الوجه ديالي. انا ما عنديش لي بوين نوار، انا عندي لي بوين بلون، يعني بصعوبه باش كتشوفهم في الكاميرا. فانا كنحاول ما امكن هنايا نحيد من الجبهه ديالي بشويه بشويه. غتقولي البنات واش زعما ضريتي، واش ضراتك هذا؟ ضريت لان شوفوا اللي بغى الزين يصبر لتقراص الودنين. علاش؟ لان فاش كتجر راه كتجر بحال كتطلع الجلده. فاش كتجر ديك الجره راه تيتحيد حتى الزغب، والزغب فاش كتحيدو من وجهك يعني كيوعت. فماشي مشكل يعني. هاد الوصفه هذه ما نديروهاش دائما، نديروها مره في الشهر. نحيدو لي بوين نوار بهذا الماسك هذا. صراحه راه رائع، تيحيد داكشي من الاعماق، رائع جدا. وما نقولش لكم البنات البشره كيفاش كتبقى رطبه، كتحسي بها نقيه 100%، فحال اللي دايره سوان فيزاج اختي عند الكوافوره وانتي دايره فابور في دار. الوجيه ديالنا بعد ما حيدنا داك سميتو داك الماسك اللي تيحيد لينا لي بوين نوار، صراحه النتيجه هائله، النتيجه رائعه. المهم حاولت على انني نوريكم شنو كاين في داك الماسك. حاولت على انني نزومي بزاف باش نوري لكم ماسك تبييض، ماسك قنبله، ماسك رائع فيما يخص التبييض. غادي نديرو الوجيه ديالي وغادي نديرو العنق ديالي. لهاد الماسك غادي نحتاجو واحد المعلقه ونص تقريبا ديال الشوفان مطحون، معلقه ونص ديال ياغورت طبيعي، وواحد الكبسوله ديال فيتامين او. غادي نهضروا شويه على الشوفان. بالنسبه للبشره كيرطبها الا كانت ملتهبه كيعالجها، كيحارب حب الشباب، كيغذيها بعمق، كيزول الجلد الميت. من طبيعه الحال الياغورت كذلك كيرطب، كينظف، كيمفتح. مهم هادو بجوج هاد العناصر كيبيضوا البشره. هذا القوام ديال الماسك ديالنا غادي نطبقوا على الوجيه ديالي. نتوما كتعرفوا الفيتامين او مزيان للبشره، تيرطبها، كيعالج التجاعيد، مضاد للشيخوخه. مهم هاد العناصر اللي في هاد الماسك رائعه جدا، خطيره. الا قلت ماسك قنبله، فعلا ماسك قنبله. ما نقولش لكم البنات على بياض، واحد البياض اللي مهم خطير بالمعنى الايجابي ماشي بالمعنى السلبي. غادي نرجع ونقول لكم بان الشوفان كيحتوي على واحد الماده اللي مهمه، اللي هي مركب الصابونين. هو فاش كتقيسوا داك الشوفان تيخلي البشره بحال مغسوله بالصابون، بحال لزيجه، واحد المركب لزيج كيخليه الشوفان.
فهاد الماده هذه كتنظف البشره بعمق وكتبيضها مزيان. ومن طبيعه الحال بالنسبه للياغورت الطبيعي الاحتواء ديالو ديال على البي 2 والبي 5 والبي 12، هاد العناصر هي اللي كتخلي البشره مرطبه بعمق. ومن طبيعه الحال مضاد للشيخوخه وعلاج تصبغات حول العين. حتى بالنسبه للهالات راه مزيان، الياغورت الطبيعي مزيان للهالات السوداء. مازال غادي نشارك معكم واحد الوصفات للهالات السوداء بالنسبه للبنات اللي عندهم هالات سوداء بالصهير او لا هذا او لا الالواح، يعني التلفازه، يعني اللي كيتفرجوا في لي طابليت وداك الشيء والتليفون وهذا كيوليو عندهم الهالات السوداء. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفات طبيعيه 100% كتحارب الهالات السوداء. صافي البنات غادي نخليوها واحد 20 دقيقه ان شاء الله. ملي غادي ينشف غادي نوصلو، ومن طبيعه الحال غنشارك معكم ليطاب الاخيره باش نكونوا حصلنا على واحد النتيجه اللي راها رائعه. مهم البنات هذه هي النتيجه. المهم فريمون كتخرج نقيه، وهاد البلايص هادو تيبيضوا وما كتبقاش دوك لي بوين نوار. المهم غادي نشارك معكم المرطب. كنتمنى على ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. شوفوا كيفاش خرجت البشره ديالي، السعيده ديال السفر. المهم البنات غادي نسد معكم لا فيديو هنايا. بغيتكم تشوفوا النتيجه رائعه روعه. واهم حاجه ان يكون الترطيب من بعد هذا الروتين كاع كامل للبشره. يبصوا هادشي ما كان. شكرا لكم، شكرا للمتابعه ديالكم، وكنتمنى على انكم تخليو لي تعاليق زوينه، خليو لي دي لايك وتابونا وشاركوا في القناه وبارطاجيو باش تكبر العائله ديالنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.